السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي قناة كويزين نانو اي استوس. اليوم جبت لكم وصفة بنينة وسهلة بزاف. بطاطا بالمرقة، مرقة بيضاء والدجاج، لكن بطريقة صحية. على خاطر انا البطاطا درتها في الاير فراير باش ما نقليهاش في الزيت. خليكم معايا خطوة بخطوة باش تشوفوا كل المراحل وتستفادوا من هذه الوصفة. نبداو بالمقادير. في كوكوط نجيبو طرف تاع دجاج كويس ولا صدر، النوع اللي تحبوه، بصل مفروم مليح، وطبعا بطاطا مقشره ومغسوله. نحطو هذاك البصل بعد ما يكون الزيت سخن مليح، نحطوه في الزيت والدجاج، نقليو مليح. السر كامل يا البنات راهو في التقليه تاع الدجاج. نزيدو الملح وفلفل اسود فقط، تحبوا تزيدوا سنينات ثوم زيدوا. قلت لكم نقليو حتى البصل يولي لونه بني يتكرمل، هذاك هو السر تاع البنه. بعد ما يتقلى لي البصل نجيب الماء ونمرق حتى يتغطى الدجاج مليح. نمرقوا لاكوكو تاعنا ونخليوها طيب، نغطيوها ونخليوها طيب. من جهه واحده اخرى رحت للبطاطا، قصيتها بهذا الشكل قطع تجي شويه خشينه باه تجي ملحمه من داخل كي تتحمر. بهذه الطريقه ندهنها بشويه زيت ونحطها في الاير فراير. اللي ما عندوش يقدر يقليها في الزيت عادي. نحطوها تتحمر لنا. بعد ما تحمرت راح نرميها مباشرة في المرق تاعنا اللي كنا طبعا نحينا الدجاج. بعد ما طاب الدجاج نحيته وحمرته هو تاني. ريحته ما شاء الله والطعم بنين بزاف. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو مع الناس اللي تحبوا. نشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. تهلاو في رواحكم.